صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده هو جاي أكمل كلام في حاجة المفروض إن هي متاخدش معانا وقت كبير. الفرق ما بين الداتا تايبس وإزاي نقدر نشتغل على variables. النهارده أنا هتكلم variables بشكل سريع جدا. أي لغة برمجة لازم يكون فيها إن أنت تشتغل على variable. مش معقولة إن أنا لما هاجي أقول لك مثلا اديني إزازة الزيت دي إن أنت مش فاهم إن جواها زيت. تمام. فأنا النهارده لمّا باقول لك ادّيني إزازة الزيت مش ضروري تكون شايف الزيت اللي جواها، لكن هي معروف إن إزازة الزيت جواها زيت. فأنا النهارده لمّا باجي أعرّف باقول الX بيساوي 1 والY بيساوي 2 وخلاص سجّلتهم على كده عندي في الfile بتاعي. فأنا بعد كده لو جيت بعد 1000 سطر، بعد 1000 سطر رُحت قُلت لك الX اللي هي إيه، هتقول لي الX هي 1 والY اللي هي 2. تمام. ده باختصار شديد الشغل على الفاريبلز. طيب أنا عاوز أعمل حاجة عندي في الداتا تايب. الداتا تايب عندي الفرق ما بينهم لو جيت أي حاجة ليها علاقة بمعاملات حسابية أو أرقام، يا إما انت يا إما فلوت، يا إما انت يا إما فلوت. طب الفرق ما بين الانت والفلوت؟ الانت بيكون رقم بدون علامة عشرية، الفلوت بيكون رقم مصحوب بعلامة عشرية. يعني لو جيت قلت، طبعا أجيب لي ايرور هنا، لو جيت قلت إن x بيساوي 2 ورحت قلت للبايثون تايب الإكس، هيقول لي إن الإكس ده إنت. طب لو غيرتها خليتها 2.5 اشتغلت كده وتايب الإكس هيقول لي فلوت. يبقى كده الفرق ما بين الإنت والفلوت، الإنت معلوش علامة عشرية، الفلوت ليه علامة عشرية. طيب السترنج اللي هو أي حاجة نصية، أي حاجة نصية. بقول إكس بيساوي my name ورحت قلت تايب الإكس يقول لي string. حلو. لو قلت الاكس بيساوي ما بين الدبل كود دي يساوي 1 وقلت طيب الاكس هيقول لي برضه سترينج، لان انا حطيته ما بين علامة الدبل كود، هو بيفهم ده ان ده سترينج حتى لو حطيت له جواه 1000 رقم. طب هل ينفع ان انا اقول واي بيساوي 2 وقلت له تمام ورحت قلت له برنت الاكس زائد الواي، برنت سوري برنت الاكس زائد الواي؟ ليه ما ينفعش؟ ليه ما ينفعش إن أنا أجمع الإكس لأن ده string، هو مش فاهم إن ده نص، إزاي أجمع نص ورقم؟ فلازم أحوله. بقول print الإنت من الإكس زائد الواي يساوي 3. إيه اللي حصل هنا؟ بقول له أنا حول لي الإكس لإنت، كده أنا حولته. لو كتبت إنت الفاريبل بتاعي يبقى أنا اتحول. تمام، من string لإنت وأقدر أشتغل عليه معاملات حسابية عادي جدا. طيب أنا عاوز أخش على الحاجات المهمة اللي في الداتا تايب. لو جيت قلت في 3 حاجات بعد كده اللي هم الليست والتوبلز والديكشنري، هحاول أشرحهم بسرعة. لو قلت ماي ليست بيساوي 1 2 3 4 5 6، حلو، دي الليست. ورحت قلت ماي بدل ليست كتبت بعد كده اشتغلت ماي توبل يساوي قوسين، فرق ما بين الليست والتوبل الأقواس، بكتب 1 2 3 4 5 6، دي ليست ودي توبل. الليست ينفع، هي باختصار شديد ينفع إن أنت يتعدل عليها في أي معاملة بعد كده. أنا رحت قلت ماي ليست دوت append الواحد، بلاش واحد سوري، خليها append ماشي، 1 و7، هيزود لي 1 و7. يعني لو جيت طبعت الماي ليست، بص كانت 1 لغاية 6، زود لي عليهم ال1 وال7. طب لو جيت غيرت عاوز أعمل الكلام ده على التوبل مش هيرضى، لأنك بيقول لك إن هنا الليست ينفع تتغير، ينفع يتعمل عليها إن هي ميوتبل يعني ينفع يتعدل عليها أو تتعمل لها أبديت. التوبلز ما ينفعش تتعدل عليهم، ما ينفعش تعمل لها أبديت، ودي بنستخدمها أكتر طبعا الليست. ماشي، إن إحنا بنبدأ بعد كده نسجل فيها أرقام، بتعمل مثلا عمليات حسابية وتقعد تسجل فيها وفي الآخر تطبع الليست دي عشان تشوف النتائج بتاعت العمليات الحسابية. الديكشنري ماي ديكت، تمام. بتسجل جواها أكتر من فاريبل. يعني باختصار شديد لو جيت أسجل أعمار الناس الموظفين مثلا اللي شغالين عندي، بقول صديق مثلا وبعرف كده
هنا النقطتين إن أنا بعرف وبقول 32 ولو كن سن مثلا، وبعد كده بكتب عمرو 30. حلو كده سجلت الديكشنري بتاعي. بعد كده الديكشنري ده لو فيه 10,000 موظف باجي أكتب ماي ديكت عشان أجيب فاليو بتاعت موظف واحد فيهم، بكتب اسمه هيجيب لي الفاليو بتاعته. حلو. ممكن أكتب هنا طيب string. هل ينفع أحوله؟ اه طبعا ينفع تحوله. لو كتبت print my dict دي هيجيب لك 32. كده أنا حولته لإنت وأقدر أشتغل عليه في أي عملية حسابية أنا عايزها. كده الكورس حاولت أشرحه وإن أنا أختصر عليكم، ورب يكون استفدنا النهاردة، وإن شاء الله بإذن الله هكمل في الكورس اللي جاي باقي الفانكشنز الخاصة بالبايثون.